السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجالتنا عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وعافية وسلام ودايما ان شاء الله موفقين. رجالة بريب 3 في تاني حصة ان شاء الله معانا. اول حاجة خدنا الموشن وعرفنا الموشن ليها كذا نوع، في منها في ستريت لاين وفي منها حبيب قلبي في الكيرفينج لاين، صح كده؟ وبعد كده خدنا في منها ممكن تكون في الاثنين مع بعض تبقى اسمها بوث كليهما. بعد كده اتكلمنا على الفاكتورز اللي مرتبطه بالموشن، صح؟ كان عندنا حاجه اسمها فاكتورز مرتبطه بالموشن. ايه الفاكتورز المرتبطه بالموشن؟ كان منها السبيد اللي هي السرعه، واتكلمنا ان المرتبط بالسبيد حاجه اسمها ديستانس وحاجه اسمها تايم. وبعد كده قلنا الديفينيشن بتاع السبيد بعد ما استنتجنا مع بعض. بعد كده قلت لك اللو بتاع السبيد ان السبيد اختصارها السيمبل بتاعها في جايه من فيلوسيتي، وان بتساوي الفي بتساوي الدي اللي هي ديستانس على تايم. النهارده بقى عايزين نطبق القاعده دي النهارده على حاجات ماثيماتيكال رياضيه. يعني ايه؟ قلت لك المره اللي فاتت ان اللو بتاعنا ده الجميل ده الفي بتساوي دي اوفر دي اوفر تي. الفي بتوين دي العلاقه بتوين الفي والدي بين السرعه والمسافه علاقه بنسميها دايركتلي ريليشن شيب، اي علاقه طرديه. ده يزيد اللي بيحصل ده يزيد، ده يقل ده يقل، فالاثنين مع بعض. طب العلاقه بين الفي والتي بنسميها مستر انفيرسلي، صح كده؟ يعني عكسيه. دي اسمها ايه؟ طرديه. فبالتالي العلاقه احنا بقى النهارده عايزين نعمل ايه؟ عايزين نرسم علاقه بين الفي والدي. فاكر زمان لما كانوا بتعملوا جراف في الرياضه في الصفحه اللي هي بنسموها رسومات بيانيه، نقعد نعمل جراف كده ونبتدي نحدد هنا النقطه كذا مع النقطه كذا مش عارف ايه، ونبتدي نعمل كده. مش عارف انتوا خدتوا الكلام ده ولا لا. النهارده بقى عايزين نربط الفيزياء اللي احنا بنتكلم عليها، الحاجات الفيزيائيه المفاهيم دي بالرياضه. فهنعملها ازاي يا مستر حسن؟ يا صعب مفيش اي حاجه. تعالى كده. قال لي بدا يتكلم معاك ويقول لك احنا ليه بنعمل كده؟ ليه بنعمل كده؟ ولا اي حاجه. فاضيين. لا يا عم مش فاضيين ولا حاجه. تعال. قال لي physicists use mathematical method like graphic. الفيزيائيين بيستخدموا مع الناس الرياضيين الحاجات دي عشان اولا predict the relation between physics quantities، يعني يعرفوا العلاقه ما بينهم. يعني احنا لما عرفنا العلاقه بين الفي والدي ان الاثنين علاقه طرديه، استنتجنا ساعتها ان لو الدي زادت السرعه هتزيد، فالمفاهيم الرياضيه ظبطت عندنا. understand practical result describe physical phenomena، الظواهر الفيزيائيه اللي بتحصل عندنا بطريقه اسهل. طيب عندك تجربه، مش ده اللي انا عايزه دلوقتي، انا عايز فكره دلوقتي معايا. ايه الفكره اللي انا عايزها من هنا؟ بص يا حبيب قلبي، السبيد هنا، وركز معايا في اللي انا هقوله لك، ركز معايا في الحته الجميله اللي انا هقولها لك دلوقتي. بسم الله. بص، احنا عندنا حاجه اسمها علاقه دايركتلي وعندنا حاجه اسمها علاقه انفيرسلي اللي احنا لسه مالنا يا مستر؟ لسه واخدينها. الدايركتلي لما بنيجي نرسموها بنلاقيها بتترسم بطريقه معينه بلغز معين. حلو؟ بتترسم ازاي؟ بص دلوقتي احنا اتفقنا ان الديستانس والتايم عندنا العلاقه ما بينهم ايه يا مستر؟ بنسميه دايركتلي طرديه. يعني لو ايه الديستانس والتايم؟ اتفقنا ان الفي والدي الاثنين ما بينهم علاقه طرديه، علاقه دايركتلي، صح كده؟ يعني ايه يا مستر؟ يعني لو انا قطعت مسافات كبيره سرعتي هتبقى كبيره، صح كده؟ يعني انا دلوقتي بتسابق مع واحد حبيب قلبي، انا خدت 5 دقائق وهو خد 5 دقائق، بس انا وصلت لمكان اعلى مسافه اكتر، يبقى سرعتي اعلى. عرفت الريليشن بينهم؟ حلو. فبالتالي عايزين بقى نرسموها على ارض الواقع. قال لي بالراحه، احنا عشان نرسموها لازم لو قلنا ان مثلا عملنا هنا، وركز جدا معايا يا حبيب قلبي، قلنا مثلا الدي والفي هنا، فروحنا جينا راسمين مثلا المسافه بتزيد، فلازم السرعه بالتالي بتزيد. المسافه تزيد يعني ادي 1 2، يعني لازم تبتدي تزيد، صح؟ تبتدي تزيد كده. والفي بتزيد كده، يعني من هنا لهنا بتزيد، صح كده؟ الدي من هنا لهنا ايه؟ مالها؟ بتزيد، صح كده؟ نعملها ازاي؟ قال لي سهله، نعملها كده. ازاي؟ قال لي لو انت وقفت عند النقطه دي هتلاقي ان هنا قيمه قليله للدي، في نفس الوقت قيمه قليله للفي. اقف هنا بقى، قيمه كبيره للدي وقيمه كبيره للفي. اقف هنا، قيمه اكبر للدي وهنا قيمه اكبر للفي. اقف هنا، قيمه اكبر للدي وقيمه اكبر للفي.
يبقى عشان كده بنرسم اي علاقه طرديه بالشكل اللي عندك ده. حد كده فيه مشكله؟ يبقى دي رسمه العلاقه الدايركتلي، العلاقه الطرديه بتترسم بالشكل ده. اتفقنا؟ هنسقطهم على دلوقتي على اللي احنا هناخده. الانفرسلي بقى بتترسم بالشكل ده حبيبي. ادي مثلا عايز اعمل علاقه بين تايم وبين سبيد، بين سرعه، بين زمن وسرعه. دلوقتي انا وصلت لنفس المسافه اللي وصل فيها صاحبي في دقيقتين، هو وصلها في 5 دقائق، معنى كده ان انا اسرع، صح كده؟ طيب يبقى دي معناها ايه؟ معناها ان انا اسرع، معناها ان العلاقه ما بين السبيد والتايم علاقه عكسيه. الكلام اللي انا بقوله لك ده انت واخده المره اللي فاتت، فانا مش بشرحه لك، ده انا بطبق لك عليه. فالعلاقه مالها علاقه انفرسلي، يبقى العلاقه بين التايم والسبيد علاقه عكسيه. فيها مشكله دي؟ طالما احنا بنتكلم برموز تي بقى والكلام ده، خلينا نكتب هنا السبيد في عشان رمزها في، ونكتب هنا في. ماشي؟ فالعلاقه مالها انفرسلي، وانت عارف برضو ليه كاتبينها 1 على تي. ارجع للفيديو مش هشرحها. ارجع للفيديو. طب حد كده جميل، عايز ايه تاني يا مستر؟ عايز ارسم الانفرسلي بتبقى عامله ازاي. مش لازم يجيب لك علاقه من الفي والتي، انا بقول لك الانفرسلي عموما بتترسم ازاي، الدايركتلي عموما بتترسم ازاي. طيب تعال نشوف الانفرسلي بتترسم ازاي. بص انا عايز حاجه تكون فيها تايم بيزيد والفي بيقل، او التايم بيقل والفي بيزيد، بس عموما على ارض الواقع مفيش حاجه اسمها التايم بيقل، التايم لازم يزيد، التايم بيتغير. يبقى انا مثلا هرسم التايم بيزيد والفي بتقل. حلوه دي؟ اعملها ازاي؟ قال لي مثلا بتترسم كده. يعني ايه بقى؟ يعني تعالى عند النقطه دي انا خدت وقت كتير قوي، صح كده؟ مش هنا اهو برتب اهو، هنا تايم كتير قوي. طب عند نفس النقطه بص كده هتلاقي الفي بتاعي قليل. طب بص هنا اعلى قيمه للفي، هنا هتلاقي اقل قيمه للتي. عرفت ليه بنرسم الاندايركتلي كده؟ يبقى تاني بقى، الدايركتلي ليها طريقه في الرسم يا مستر. تترسم ازاي؟ تترسم كده عمود كانه من صغير لكبير، تترسم كده دايركتلي. طب الانفرسلي عكسه، تترسم كده. فدي الانفرسلي بتترسم بالطريقه دي يا صديقي. صعبه دي؟ تعالى بقى نسقطها على اللي علينا في المنهج. ايه اللي علينا في المنهج؟ تعالى بسم الله. دلوقتي علاقه بين ديستانس وتايم. بص يا مستر، الديستانس المسافه والتايم، ايه اللي بيحصل؟ دلوقتي انا بجري فالوقت بيتغير، فالوقت بتاعي بيزيد، صح؟ وفي نفس الوقت المسافه اللي انا بقطعها بتزيد. انا بجري قاعد شغال في الجري، فبقطع مسافات اكتر كل دقيقه، فالديستانس بيزيد والتايم بيزيد. واقول لك على حاجه كمان انا فهمتها لك بالفيزيائيه، انا اهو كل ما امشي اكتر الديستانس بتزيد والتايم بتزيد. افهمها لك بالماثماتيك، اقول لك العلاقه ما بينهم. تعالى، مش الفي بتساوي الدي على التي؟ ممكن نجيب الدي لوحدها والتي نجيبها ازاي مثلا؟ دي على الواحد. او اقول لك على حاجه، مش المثلث بتاعنا كان كده؟ بص المثلث البسيط في بتساوي دي اوفر تي. هات لي الدي كده لوحدها، الدي بتساوي في في تي. ايه ده؟ التي والدي في نفس الكفه، فبالتالي العلاقه ما بينهم دايركتلي. الله، يعني في الماثماتيك اتفقوا اهو، ماثماتيك اهو علاقات، فتبقى دايركتلي في الماثماتيك. وفي الفيزياء برضه هي دايركتلي. عرفت التكامل بين علم الفيزياء وعلم الرياضيات؟ طب مستر انا مش فاهم، ارجع شوف الحصه الاولى، انا قايل فيها كل الكلام ده، قايل فيها كل الكلام ده. طب جميل، يبقى احنا اتفقنا دلوقتي ان العلاقه ما بينهم مالها دايركتلي. الدايركتلي بترسم ازاي؟ قال لي مستر وانا مغمض بترسم كده يا حبيب قلبي. يبقى دي التايم وادي الديستانس. عرفت الرسمه دي جت منين؟ اهو اترسمت كده على طول سرعه منتظمه. ليه يا مستر؟ هنا 1، بص هنا بقت 10. هتلاقي هنا ال10 دي بيقابلها زياده في الديستانس. طب عند النقطه دي هتلاقي هنا تايم كتير وهنا ديستانس كتير. هنا تزيد دي تزيد برضه، فالاثنين ما بينهم دايركتلي. عرفت اترسمت كده ليه؟ عرفت ليه السرعه او الدايركتلي دايما بتترسم بالطريقه دي ليه؟ طيب تعالى بقى، عندنا علاقه اسمها العلاقه الثابته، اللي هي دايما فيكست. دي بتترسم ازاي؟ بص ركز كده معايا من غير انت باصص على حاجه. دلوقتي انا معايا مثلا رمز بص تايم، ومعايا سبيد، وقت وسرعه. دلوقتي انا بجري بسرعه منتظمه الريجولار اللي انا قلتها برده في الحصه الاولى، تمام؟ كنت انا بجري بسرعه منتظمه. ايه اللي بيحصل يا مستر؟ انا بجري بسرعه منتظمه، يعني قيمه السرعه بتاعتي ثابته، انا ثابت بجري بنفس السرعه بتاعتي، فبالتالي مع تغير الزمن، مع تشينج اوف تايم، الديستانس فيكسد، صح كده؟ يعني بقى يعني التايم لازم يتغير، لازم يزيد، فبالتالي اللي هيحصل عندي وانا بجري ان التايم هيزيد، هيتغير. طب والسرعه بتاعتي هي ثابته. قلت لك العلامه دي علامه ثبوت المره اللي فاتت، يعني دي ثابته. فارسمها ازاي يا مستر العلاقه دي؟ ان التايم بيزيد والسرعه ثابته. قال لي بالراحه، السرعه ثابته يعني مثلا السرعه ليها قيمه هنا، صح؟ يبقى هنخلوها ثابته. الله، بس انا خلاص رسمت. ازاي؟ قال لي ما هو التايم بيزيد اهو، مش عند النقطه دي التايم كان ليه قيمه،
صح؟ عند النقطه دي التايم كان ليه قيمه ثانيه اكبر، يبقى معنى كده ان انا التايم بتاعي بيزيد اهو، والسبيد بتاعتي مالها يا مستر؟ ثابته اهو. هنا اهو السبيد ليها نفس القيمه اللي هنا، فبالتالي العلاقه الفيكسد هنا المفروض بقى انت فهمت ايه اللي حصل. قال لي يا مستر هنا راح جاي اعمل لك العلاقه بين السبيد والتايم، قال لك هنا عشان هنا ريجولار فثبت لك السبيد، فبالتالي بدات العلاقه بالشكل ده، عمل لك زي ما تقول خط كده، الخط ده معنى ان السبيد ان هو ثابت والتايم بيتغير. الصفحه اللي بعدها ماشي. بقول لك عايزين نعرف the regular speed is represented in the relation distance. ماشي بص، عايزين نعرف بعض العلاقات، العلاقه بين الديستانس والتايم. بص يا حبيب قلبي تعالى كده ممكن نشوف مع بعض. الفي بتساوي دي على تي، اول ما يقول لي هات علاقه بكتب القانون، الفي بتساوي دي اوفر تي، الفي بتساوي دي اوفر تي. عايز اعمل علاقه بين مين؟ بين ديستانس وتايم. شوف انا بحل ازاي، شوف انا بحل ازاي. عايز اعمل علاقه بين ديستانس وتايم، اكتب القانون، القانون بتاعي اهو، اقوم جاي انا عايز اعمل علاقه بمين؟ ديستانس وتايم. طب حط الاثنين مع بعض في نفس الكف، يعني هنا مش في نفس الكف، فخلاص المثلث بتاعي اهو. بص 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 اسهل من كده خالص، المثلث بتاعي اهو مستر. الفي تعالى نقل هنا شويه، الفي بتساوي دي اوفر تي، صح؟ انا عايز اعمل علاقه بين مين؟ بين الدي والتي، فهجيب التي بتساوي في في تي، صح؟ مش دي العلاقه بتاعتك؟ العلاقه بقى ايه؟ بين الدي والتايم مالها يا مستر؟ دايركتلي. مستر انا مش فاهم انت بتعرف العلاقه دايركتلي ولا لا؟ بص على الدرس الاول، الفيديو الاول انا منزله هتبقى فاهم في كل الاساسيات. طب جميل. فاحنا اتفقنا العلاقه بين الدي والتي دايركتلي، دايركتلي بترسم ازاي؟ قال لي يا مستر انا مغمض عيني، التي اهي، الدي اهي، عشان التي هي اللي بتتغير، فبالتالي يا مستر دايركتلي يبقى تترسم بالشكل ده، يبقى دي اول علاقه تعرف تترسم ازاي. صعبه دي؟ تعالى نفس الفكره، راح جاي اعمل لك برده نفس الفكره اللي احنا خدناها ورا، علاقه بين سبيد وتايم. ادي السبيد وادي التايم. مستر احنا عرفنا منين ان السرعه ثابته؟ هنا هو بيقول لك في الامتحان سرعتك ثابته، فبالتالي سرعتك ثابته يبقى انا هثبت السبيد عشان دي هتبقى فيكسد والتايم بيزيد، فعشان كده برده انت عرفت دي جت منين ولسه شارحها. قال لك تعالى برضو عايز اعمل لك علاقه، بشوف هو عند كل حاجه عند كل مثال بيقول لك ده ديستانس وتايم جراف اوف ان اوبجكت ريست، يعني هو بيحدد لك العلاقه. يعني هنا بيقول لك ارسم لي علاقه في الاتريست في مرحله الراحه. مرحله الراحه انا قاعد ما بعملش حاجه، الديستانس بتاعتي مالها؟ ثابته. طب التايم بتاعي ثابته؟ لا مش ثابته حبيب قلبي، التايم بيتغير، انا واقف اهو ما بعملش حاجه، صح؟ الوقت بتاعي بيتغير، الوقت بيتغير، الزمن ما بيستناش حد، صح كده؟ يبقى بالتالي الزمن ما بيستناش حد، الزمن ما بيستناش حد يا صديقي، الزمن ما بيستناش حد. ماشي. المهم ان احنا دلوقتي في مرحله الريست، بيسموها مرحله الاستاتيك، بيسموها مرحله الاستابيليتي. ماشي. هو قال لك ريست، هعمل ايه؟ انا عايز علاقه بين مين؟ هو اللي بيقول لي ديستانس وتايم اهو، يبقى انا هعمل علاقه بين ديستانس وتايم، ادي التايم وادي الديستانس. مش مهم هيجي لك ازاي، المهم انت تعرف تعملها ازاي، مش مهم يجي لك في سؤال اختياري ولا مقالي، كريتيكال ولا ام سي كيو. قال لي يا مستر هو قال لي ان انا في مرحله ريست، مرحله ريست يعني في حاجه فيهم ثابته، الديستانس انا بكتب مع نفسي في الامتحان، الديستانس معنى كده ان هي ثابته فيكسد. ليه يا مستر ثابته؟ عشان انا قاعد المسافه بتاعتي مش هتتغير، انا قاعد ما بعملش حاجه، فبالتالي الديستانس بتاعتي هتبقى ثابته، هتبقى بالشكل ده. طب يا مستر انا خلصت ازاي؟ قال لي حبيب قلبي ما هو التايم بيتغير. ماشي، التايم بيتغير، التايم بيزيد، صح؟ التايم انا قاعد، بص انا قاعد دلوقتي ايه اللي هيحصل؟ الوقت بتاعك هيزيد والديستانس ثابته، الوقت بتاعي هيزيد. بص هنا كان التايم ب2 مثلا، هنا هتلاقي التايم مثلا ب10، يعني التايم زاد اهو، فالتايم بتاعي بيزيد والديستانس بتاعتي مثلا هنا 10، فبالتالي قيمتها 10. بص عندها هنا ليها نفس القيمه اللي هي 10، هنا ليها نفس القيمه اللي هي 10، هنا ليها نفس القيمه اللي هي 10، فبالتالي الديستانس ثابته. هو بيقول لك مستر عرفت منين الديستانس ثابته؟ يا ابني هو بيقول لك احنا في مرحله الراحه، مرحله الراحه يعني الديستانس بتاعتي ثابته، المسافه انا ما بقطعش مسافه، انا قاعد على الكرسي، وبالتالي التايم هو اللي بيزيد. طب تعالى describe، بص هو اللي بيسالني describe the motion of the body in each of a state. The body is at rest، the body is at rest لسه رسمينها، نعيد مع بعض تاني. at rest يا مستر يعني الديستانس بتاعتي، وعايز علاقه بين مين؟ distance وتايم، distance وتايم at rest، صح؟ هو اللي بيقول لي at rest يعني الديستانس ثابته والتايم هو اللي بيزيد، فبالتالي العلاقه اول علاقه. مستر عايز علاقه، اسالني اديني سؤال. قال لي the body moves with a بص declarating motion. يعني ايه ديكلاريتنج موشن؟ قال لي حاجه اسمها حركه تناقصيه. بص دلوقتي انا بجري، في ناس بتجري تقوم مسرعه سرعتها، عامله شبهك مثلا، انت في اول السنه بتبقى مسرع جدا سرعتك، بتذاكر كتير وتفرم كتب، بعد كده حبيب قلبي سرعتك بتتناقص، يحصل لها ريدكشن، تختزل خالص،
تمام. يبقى في الاول انت سرعتك كانت بتزيد بعد كده قلت، دي اسمها سرعه تناقصيه. انا كنت في الاول بزيد بعد كده بدات سرعتي تقل. طب بص انا كنت قليله، كنت سرعتي قليله بدات ازودها، يبقى دي اسمها سرعه تزايديه. يبقى احنا عندنا سرعه تناقصيه وسرعه تزايديه. increasing وديكريتنج. تعالى بقى، فهو بيقول لك انت بتتحرك بسرعه تناقصيه. سرعه تناقصيه يعني السبيد مالها، انت بتفهم نفسك. انا بعمل علاقه بين السبيد والتايم. شوف انا بحل ازاي. انا في الامتحان بعمل علاقه بين السبيد والتايم. التايم كده كده هتتغير هتزيد. طب السبيد يا مستر بيحصل لها ايه؟ قال لي حبيب قلبي انا سرعتي بتزيد، سرعتي مالها بتقل يعني انا هكتب هنا سرعتي بتقل يبقى لازم تبقى بالشكل ده. يبقى في واحده هتزيد واحده هتقل، يبقى العلاقه انفرسلي بتترسم بالشكل ده. تعال اعمل لي علاقه بين السبيد والتايم. بص إيه اعملها ازاي؟ اسال السؤال. ايوه اعملها ازاي؟ انت مديلي بياناتي بتقول لك ايه؟ حاجه قال لي the body moves with an acceleration motion then at regular speed. regular speed يعني سرعه منتظمه يا مستر. عايز العلاقه ايه؟ قال لي بين السبيد والتايم. مستر انت اديتها لي قبل كده، قلت لي ان السبيد هتزيد، التايم لما بيزيد علاقه ما بين السبيد والتايم علاقه عكسيه، صح؟ مستر مش المفروض تطلع كده؟ دي حقيقه. المفروض مع زياده الزمن السرعه بتقل. انت عندك حق، صح. بس هو الحاله دي ليها رسمه ثانيه. ايه يعني ايه الحاله دي ليها رسمه ثانيه؟ يعني تعالى، هو هنا بيقول لك علاقه بين السبيد الفي والتايم عند حاله معينه، عند ستيت معينه. ايه الستيت اللي هو بيقولها لي؟ قال لي لما ساعتها بص with an acceleration motion then، يبقى هو قال لك اول حاجه الراجل عملها ان هو كان ماشي بسرعه منتظمه. acceleration motion سرعه منتظمه، فكانت السرعه بتزيد، صح. سرعه مع الوقت بتزيد acceleration motion. يعني الراجل بيقول لك ارسم لي علاقه بتقول ان كان في واحد بيجري بعد كده راح جه ثبت، سرعته ثبتت. يعني سرعته كانت في الاول بتزيد بعد كده ايه اللي حصل؟ سرعته بدات تثبت. فخلاص مع الوقت التايم بيزيد، سرعتي كانت الاول بتزيد بعد كده راح جه سرعتي ثبتت. عرفت ليه اترسمت كده؟ مستر المفروض كنت ترسمها انفرسلي لان العلاقه من الفي والتي انفرسلي. حبيب قلبي انا ما برسمهاش من دماغي، هو بيديني العلاقه بيقول لي ارسمها. يعني هو بيقول لي والله انت كان معاك واحد كان ماشي موفز ويز ان اكسلريشن موشن، كان الاول بيتحرك بعجله، كان بيتحرك بسرعه، بعد كده راح جه عمل ايه؟ اتحرك بسرعه منتظمه ريجولار سبيد. ريجولار سبيد يعني السرعه هتبقى ثابته بقى مش هتتغير. بص هنا ليها قيمه معينه، ليها قيمه ثابته، فبالتالي انا رسمتها بالطريقه دي. مستر ارسم لي علاقه بين الديستانس والتايم. التايم بيزيد فالديستانس يزيد، علاقه دايركتلي، فبالتالي يا مستر اي دايركتلي بترسم بالشكل ده. تعالى ارسم لي سبيد وتايم. هقرا امتى ارسمها امتى يعني؟ قال لي the body moves with an acceleration motion. acceleration motion يعني مع زياده التايم السبيد هتزيد، بالتالي اقوم ارسمها كده. مستر ليه ما ارسمش العلاقه كده عكسيه؟ لان انت قلت لي علاقه بين السبيد والتايم عكسيه. حبيب قلبي المره الثانيه، هو هنا بيقول لك الراجل كان واقف، بص كان واقف، بدا يتحرك باكسلريشن موشن بعجله، بدا يجري، فبالتالي مع زياده التايم الزمن السبيد بتبتدي تزيد لحد بقى ما تثبت. بس هو بيقول لك ارسم لي في الحته دي، هو بيقول لك ارسمها لي في الحته دي، عشان كده احنا رسمنا العلاقه بين السبيد والتايم مالها تزايديه بتزيد. طب السبيد والتايم بص هنا رسمها لك ثابته. ليه يا مستر؟ قال لي عشان هو اداك حاله معينه. ايه الحاله؟ ذا بادي موفز ويز زيرو اكسلريشن. يعني عارف يعني ايه اكسلريشن؟ اكسلريشن يعني عجله. يعني عجله هناخد تعرفها دلوقتي. عجله دي يعني انا سرعتي ما بتتغيرش. عجله دي يعني ايه؟ السرعه على الزمن لسه هناخدها دلوقتي، هحطها لك في الاول ماشي. يعني كاني هو بيقول لك امشي بسرعه ثابته، سرعتي الثابته يا مستر خلال التايم سرعتي ثابته، ده السبيد والتايم. مستر مش فاهم يعني ايه اكسلريشن، هناخدها دلوقتي لسه ما خدناش، المفروض احطها لك في الاخر. يلا قال لي بقى ايه الاكسلريشن دي؟ ايه الاكسلريشن؟ عرفها لك. قال لي it's the change of an object speed in 1 second unit of time in a specific direction. مش فاهم حاجه. بص يا حبيبي دلوقتي انا كنت واقف بعد كده رحت جيت جريت. مستر هو انا لما جيت جريت العربيه لما بتبقى واقفه مره واحده بتوصل لل100 ولا بالراحه توصل ل20 بعد كده 30 40 50 60 70 80 وهكذا؟ بتبتدي بالراحه توصل للاخر، بتطلع السلم من تحت لفوق مش مره واحده. دي بقى اسمها عجله، اسمها تزايد او تناقص. العجله دي اللي هو الفرق ده اسمه عجله، اسمها اكسلريشن، بتتسمى بالعربي كلمه اكسلريشن بالعربي اسمها تسارع. وانا دلوقتي ماشي بالعربيه مره واحده رحت جيت وصلت مثلا كنت بتحرك مثلا سرعتي 5 بعد كده بقت 10، ده اسمه التسارع. التسارع بتاعك كام؟ قال لي مستر ليه قانون معين. التسارع ده اسمه العجله. يعني ايه التسارع بقى؟ قال لي بنجيب السرعه اللي عند حضرتك نقسمها على الزمن اللي انا خدته هيطلع لك التسارع السرعه اللي انا زدت بيها. يعني انا دلوقتي كنت بجري بسرعه 10
بعد كده وصلت 20 هاخد بص شوف اللي انا هعمله ده، هاخد ال 20 اقسمها على الزمن، هجيب العجله بتاعتي، هعرف انا اتسرعت بسرعه قد ايه. صعبه دي؟ طيب الاكسلريشن بقى بنجيبوها ازاي؟ قال لي بنجيب فرق السرعه على فرق الزمن. دلتا او بيسموها دلتا يعني فرق تشينج. يبقى اول ما اقول لك دلتا دي، شايف دلتا في دي اسمها ايه؟ دلتا في. دلتا يعني تشينج، الفي سبيد فتشينج ان سبيد، دلتا تي تشينج ان تايم اللي هو تي. فبالتالي اكسلريشن بتتجاب ازاي؟ قال لي يا مستر تعالى ممكن اديك مثال. انا كنت بتحرك بعربيتي بسرعه مثلا الفي بتاعتي كانت ب 20، بعد كده عربيتي وصلت بقت سرعتها ب 40. التايم اللي انا خدته في الاول كان بيساوي 10 سكند. التايم اللي انا بعد كده لما وصلت 40 خدت 20 سكند. صعبه دي؟ ممكن تجيب لي الاكسلريشن التسارع انا زدت بمقدار قد ايه؟ قال لي مثلا هطلع السرعه 40 ناقص 20 فانا زدت 20. لا يا حبيب قلبي، قال لي بجيب حاجه اسمها اكسلريشن اللي هو الايه؟ التسارع. فبالتالي الاكسلريشن ده ليه رمز اسمه ايه؟ اكسلريشن رمزه ايه؟ السيمبل بتاعه ايه؟ حلو؟ اظن اكسلريشن فتبقى ايه؟ عرفت جت ايه ليه؟ اكسلريشن خدنا اول حرف. فالاكسلريشن بيقول لك قانون اللو بتاعك، بجيب في فاينل اللي هي V2 ناقص V1 على تايم 2 ناقص تايم 1. V2 بكام؟ عوض بقى في القانون. V2 ب 40 اهو، V1 ب 20 اطرحه من 20 اقسم على بص 2 تايم 2 20 ناقص تايم 1 اللي هو ب 10، وبعد كده نشوف هيطلع لي بكام. القيمه اللي هتطلع لي بقى ساعتها يبقى دي قيمه الاكسلريشن بتاعتي. عرفت يعني ايه اكسلريشن؟ التسارع بتاعي بقد ايه؟ طب يا مستر هو انا ممكن اجري دايما ابقى بتسارع؟ لا، ممكن ابقى بتناقص، ابقى بقل. في واحد يبقى طاير على 100 ومره واحده يضرب فرامل فيقل سرعته تقل، دي بقى اسمها برضه اكسلريشن تسارع. بس ده الاكسلريشن دي ليها نوعين. اكسلريشن بتكون تزايديه بتزيد شبه اللي احنا لسه واخدينها دلوقتي، ان احنا كنا عربيه هاديه بعد كده رحنا جينا معلين السرعه. في اكسلريشن كانت العربيه سريعه وراحت جت مبطئه، فدي اسمها اكسلريشن تناقصيه، بيحصل ريدكشن، بيحصل تناقص. فاحنا عندنا نوعين منها. اخدنا قانونها حبيب قلبي كده، بيقول لك ايه؟ اكسلريشن الاي بتساوي دلتا بي على دلتا تي. اول ما اقول لك الاي تقوم قايل لي دلتا بي على دلتا تي. الاي اللي هي رمز مين يا مستر؟ الاكسلريشن. الاكسلريشن اللي هو ايه يا مستر؟ التسارع. طب الاكسلريشن يا مستر بيساوي ايه؟ دلتا في على دلتا تي. طب يعني ايه دلتا في؟ دلتا قلت لك معناها تشينج، تغير. في رمز السبيد، فده تشينج ان سبيد. صعبه دي؟ طب التي قال لي يا مستر الدلتا يعني تشينج، تي تشينج ان تايم. صعبه دي؟ طب جميل، بس خلاص. فبالتالي هو حط لك القانون بيقول لك عايز تجيب الايه. فممكن اسالك سؤال، ممكن القانون بيقول لي الايه بتساوي، قال لي مستر بحطها في مثلث عشان انا بجيب منه كل حاجه. الايه بيساوي دلتا بي على دلتا تي. انا عايز الدلتا بي، بعمل ايه؟ بجيب الايه في التي، هتبقى ايه في دلتا تي. طب يا مستر انا عايز الدلتا تي، بعمل ايه؟ بجيب الدلتا في على الايه. طب يا مستر انا عايز الايه حبيب قلبي بتساوي دلتا في على دلتا تي. صعبه دي؟ طب اليونت بقى، احنا خدنا كل حاجه ليها يونت. فاكر لما كنت بقول لك الفي ب 20 اقوم قايل لك حبيب قلبي غلط في الدرس الاول، ارجع للفيديو الاول. ليه يا مستر؟ ساعتها كنت لازم اقول لك حط اليونت. اليونت بتاعت الفي كان ليها طريقتين، يا اما كيلو متر بير اور يا اما متر بير سكند. الاكسلريشن ليها برضو يونت عند حضرتك، ليها يونت معينه. ايه اليونت بتاعتها يا مستر؟ قال لي متر بص بير سكند تربيع. مستر ممكن اعرف المفروض انا عرفت خلاص ان اليونت بتاعت الاكسلريشن متر بير سكند تربيع. ماشي، ممكن اعرف دي جت ازاي؟ انا عايز افهم بس. حبيب قلبي سهله قوي. ممكن تعوض، مش الاي بتساوي دلتا في اللي هي في على التي؟ قال لي اه. رمز الفي ايه؟ قال لي يا مستر اليونت بتاعت الفي ايه؟ تقوم قايل لي يا مستر متر بير سكند. اه حلو. رمز التي تقوم قايل لي سكند. بص ممكن هي شوف انا هعمل ايه؟ متر بير سكند على بص على سكند. مش لو شلت العلى دي خليتها في هتبقى كده، هنشقلب صح؟ في سكند هنخليها كده، سكند مع سكند هتبقى سكند تربيع،
وننزل المتر فتبقى متر بير سكند تربيع اللي هي وحده الاكسلريشن. مستر مش فاهم حبيب قلبي. وحده الاكسلريشن متر بير سكند تربيع. مش عليك انك تعرف هي جت منين، بس انا فهمتك هي جت منين. صعبه دي؟ تعال. بسم الله. درسنا النهارده سهل، بس في الاول بس عايز ايه شويه تظبيط. بقول لك بروبلمز، شويه مسائل هنحلها مع بعض. قال لي mention the kind of the speed of the body. قلت له اسال سؤال بالراحه. السرعه مالها بتزيد صح؟ السرعه مالها بتزيد صح؟ طيب انا عايز اعرف نوع السرعه. مش احنا عندنا السرعه في منها ريجولار والريجولار وافريج وريليتيف؟ معنى ان هو يجيبها لك كده معايا حاجتين، يا اما هو قصده على الريجولار يا اما على الريجولار. مستر الريجولار كانت دايما انا مبصمجها وعارف ان هي كانت بتبقى دايركتلي، والدايركت دي دايما بتترسم كده. طالما اترسمت كده فدي دايركتلي. طالما هي دايركتلي يا مستر يبقى انا بتكلم عن الريجولار. فمن اول ما اشوف اللي عرفت انا عرفت على طول ان هي ريجولار اللي هي يونيفورم. طب يا مستر دي طريقه، يبقى ادي اول طريقه تعرفك. تاني طريقه بص بص بص، هاخد ال 20. شايف ال 20 دي على الواحد، 20 على الواحد ديستانس على تايم هتديني 20. يبقى V1 ب 20. خد لي تاني واحده كده 40 على الاثنين، 40 بير 2 هتديك كام؟ 20. ففي 2 مالها ب 20. ايه ده؟ V1 بتساوي 20، V2 بتساوي 20، يعني السرعه ثابته، يعني السرعه ريجولار منتظمه. يبقى ادي طريقتين، طريقه 1 طريقه 2 اديتها لي. طيب calculate the speed of the body. سرعه حسبته، حسبناه 40 و20. طيب calculate the speed of this body قلنا calculate the distance covered by this body. بص طب هو اداك ايه؟ after 3 and 10 seconds. خلاص مش هو اداك الوقت. after 3 سرعتك احنا قلناها كانت ب 20. after 3 القانون كان بيقول لك ايه؟ ال v d over t صح؟ وعايز يحسب ايه؟ عايز يحسب الدي. فالدي بتساوي v بص v times t. حط الفي بتاعت حضرتك اللي هي ب 20 في، هو قال لك احسبها لي مره عند لما تبقى التايم 3 سكند، ومره لما يبقى 10 سكند. هنحسبوها اول مره لما يبقى عند 3 سكند. 20 في 30 يديك 60 متر. ده اول طريقه. بعد كده عايز احسب ديستانس اللي هو قالها لي لما تبقى الفي ب 20 والتايم ب 10. نحسبوها تبقى ساعتها 200. عرفت جت منين؟ ما فيهاش مشكله. طيب الشكل اللي بعده، السؤال اللي بعده calculate the average speed of this bike. نحسبوها. ايه المشكله؟ ملاحظ انه اداك افريج سبيد. انت فاكر الافريج سبيد كانت ايه؟ كانت ذا هول تريب. افريج سبيد كنا بنجيبوها على رحلات، مجموعه رحلات. بنبقى مشينا مثلا من هنا لهنا رحله، بعد كده من هنا لهنا رحله، من هنا لهنا رحله، يبقى دي كلها رحله. ملاحظ حاجه؟ اداك من هنا رحله. بص اداك من هنا لهنا رحله، من هنا لهنا رحله، من هنا لهنا رحله. يبقى معنى كده ان هو هيطلب افريج سبيد من غير ما ابص. كالكوليت ذا افريج سبيد. انت لازم تكون فاهم كانك انت اللي حاطط السؤال. طب حبيب قلبي تعالى، افريج سبيد كالكوليت ذا افريج سبيد. قال لي بالراحه هحسب هنا. بص هعمل ايه؟ الافريج سبيد كانت بتساوي توتال ديستانس على توتال تايم. التوتال ديستانس عندي بكام؟ بالراحه كلها ب 50. دي التوتال ديستانس كلها يبقى 50. توتال تايم بكام حبيب قلبي؟ تبقى جامد بقى. ارقام هنا في حاجه غلط. توتال تايم هنا كله ب 5. ماشي؟ يلا بينا يا شباب، يلا بينا يا شباب نكمل. The relation distance time graph for an object moves and none. عايزين بقى ناخد العلاقه في الانريجولار اللي هي الريجولار. الريجولار اللي هي الغير منتظم، اللي هي النون يونيفورم. قال لي ساعتها مستر انا بقطع في الغير منتظمه. كنت بعمل ايه؟ كنت بقطع من هنا لهنا 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 مسافه، بعد كده من هنا لهنا مسافه. شوف المسافات مش كانت ساعتها مش متساويه. يعني يا مستر انا ساعتها كانت الريجولار كان ليها طريقتين عشان تتقال الريجولار او النون يونيفورم. اول حاجه ان ساعتها لو انت شفت برضو الفيديو الاول كانت الديستانس يا اما تكون ثابته والتايم مش ثابت، يا اما الديستانس تكون بص هي اللي مش ثابته والتايم هو العكس. صح؟ معلش فوق احنا قلنا الديستانس تكون ثابته والتايم مش ثابت، يا اما تكون الديستانس هي اللي مش ثابته والتايم هو اللي ثابت. فانت معاك طريقتين في الirregular. فبالراحه فقال لي اول طريقه
التايم دايما هيزيد، فبالتالي بص اي علاقه، بص يا شباب عموما اي علاقه الريجولار بتتكتب ازاي؟ مش احنا اتفقنا الريجولار كانت بتتعامل بالشكل ده تصاعديه كده، قال لي الريجولار بتتعامل بالشكل ده. بص لاحظ حاجه، بص بدل ما اعملها كده، بدل ما اعملها بالشكل ده هتيجي تعملها بالشكل ده. دي اسمها الريجولار، مش منتظمه، يعني ما طلعتش كده بسطر مظبوط، قال لي لا طلعت بمنحنى كده بكيرف، دي اسمها الريجولار، بتترسم بالطريقه دي. او ممكن نرسمها بحاجه ثانيه، نعملوها كده شبه الكيرف كده. حلو، بقى دي طريقتين. طيب بروبلمز قال لي اول حاجه يا مستر ممكن تحسب لي الاكسلريشن. ماشي صح، ممكن تحسب لي الاكسلريشن، ماشي الموضوع ده كله بسيط. تعالى كده نحل مع بعض الاسئله يا حبيب قلبي. بص بسم الله، بيقول لك a special car can move from rest، من الراحه، مرحله الريست. اول ما تشوف كلمه ريست دي تعرف حاجه، شوف انا معلم لك عليها بعلامه اخضر. مرحله الراحه دي بتستنتج منها شويه حاجات، ان الفي 1 بتاع حضرتك كان بزيرو، خلصت. يبقى الريست اول ما اقول لك كلمه ريست دي اعرف ساعتها يا مستر ان الفي 1 بزيرو. ليه يا مستر؟ قال لي مرحله الريست انا قاعد ما بعملش حاجه، واقف. ها بجري؟ لا ما بجريش، يعني سرعتي بصفر، خلاص. يبقى كلمه ريست دي عرفتني ان الفي 1 بزيرو. كمل. and its speed reach يعني بيصل. قال لي 90 متر بير سكند، يعني في 2 وصلت بقت 90 متر بير سكند. انا حتى خدت الوحده بتاعتها من هنا. طب يا مستر انا كاتب دي زيرو، انا كده كاتبها صح؟ لازم اكتب وحدتها متر بير سكند. عرفت ازاي؟ قال لي ما هي الثانيه بمتر بير سكند، يبقى كده الاولانيه بمتر بير سكند. صعبه؟ قال لي ان 10 سكند، 10 سكند يعني التايم اداهولي ب 10 سكند. ماشي 10 سكند مفيش مشكله. قال لي what is the acceleration with which the car moves solution. قال لي خلاص الاكسلريشن كانت بتساوي دلتا في على دلتا تي. الدلتا في بكام؟ قال لي دلتا في اللي هي كانت بتتحل في 2 ناقص في 1 صح كده؟ في 2 ب 90 ناقص 0 على دلتا تي. مستر ما اداناش التي اللي هي الاولانيه، حبيب قلبي هو اداك التي كلها من اول ما وصل لحد كانت 10، فرحت تيجي تقسم على 10، بالتالي هتطلع الاجابه بالرقم اللي هيطلع لك على الاسم ده. السؤال اللي بعده بيقول لك اكار موفز ات سبيد، اداك السبيد فدي في 1 شفتها ادت في 1 على طول. then the driver use the brake يعني المكبس او اسمها ايه الفرامل، ماشي، to stop the car through 20 second، فده التايم بتاع حضرتك. في حاجه دي؟ ماشي. calculate the acceleration which the car. بص ممكن اسالك سؤال؟ مستر انا معايا الفي 1 اللي هي ايكوالز 40 متر بير سكند، ومعايا التايم اللي هي ب 20، بس انا لما اجي اجيب الاكسلريشن بتساوي في 2 ناقص في 1 على دلتا تي. لما احط الفي 2 انا مش عارف الفي 2 فين، بس انا عارف الفي 1 ب 40 والتايم ب 20، انا فاضل لي بس الياه الفي 2 دي. حبيب قلبي هو ايه اللي حصل؟ دي الفيزياء يا جماعه. الراجل كان ماشي راح جه ضرب فرامل، يعني وقف، يعني سرعته الثانيه بقت بكام؟ بس هتبقى في 2 تكتبها عندك بزيرو. يبقى اول ما تستعمل البريك تو ستوب، انا معلم لك على ستوب يعني الراجل وقف، الراجل بقى الفي 2 بتاعته مالها بزيرو، بزيرو بس. يبقى هو بيطرح زيرو ناقص 40 على 20. حلو. طلعت معاك على فكره بسالب 5 الاكسلريشن بسالب. هي في اكسلريشن بسالب؟ اسمها نيجاتيف اكسلريشن اللي هي بتبقى تناقصيه. مش قلت لك الاكسلريشن في منها تزايديه وتناقصيه؟ تناقصيه اللي هي النيجاتيف اللي هي بتقل مع مرور الزمن. ليه؟ لان الراجل كان ماشي بسرعه بعد كده ضرب فرامل فسرعته قلت، فالاكسلريشن بتاعته قلت بقت بالسالب. اللي بعده قال لي if an object شيء moves from rest. اول ما قال لي ريست دي انا عرفت حاجه، فرحت جيت كاتبها v1 بتساوي 0 لان هو كان في مرحله الريست. تعالى until its speed reaches 10 متر بير سكند، بالراحه 10 متر بير سكند يعني الفي 2 بتاعته بقت ب 10. انا بكتب اللي هو بيقوله لي والله. قال لي after 2 سكند يبقى التايم بتاعي 2 سكند. انا بكتب برضه اللي هو بيقوله لي، بس عينيا على حاجه اسمها وحدات. يا طالب يا ذكي، ما انت تنقل مش الارقام، انقل كل حاجه. في 1 هو اداك في 2 بالمتر بير سكند، يبقى متر بير سكند، يبقى اكيد في 1 كانت بمتر بير سكند. اكيد التايم بكام؟ بالسكند برضه.
ماشي طيب from the start of move calculate solution the change of speed through the two change of speed يعني الاكسلريشن. وقال لك of the 2 second ماشي 2 second يعني انا هعمل ايه؟ يعني انا قال لي مستر الاكسلريشن مره قالها لي تجيبها لي 2 second ومره 1 second وقال لك انا خدت 2 صح؟ هو عايزك تحسبها لي لو انا خدت 2 ولو انا خدت دقيقه. بس هعمل ايه؟ في 2 اللي هي ب 10 ناقص 0 على مره على الاثنين اللي هو 2 second ومره لما يعملها لك 1 second تطلع 10 ب 10. فالاكسلريشن تطلع بكام؟ طب لو انا عايز اجيب الاكسلريشن هتجيب التايم بتاع الرحله كلها اللي هي كانت 2 تقسمها على الاثنين تطلع لك بالطريقه دي. صعبه دي؟ مفيش فيها اي صعوبه. قال لي طيب احنا عايزين بقى نعرف انواع الاكسلريشن. في نيجاتيف اكسلريشن وفي بوزيتيف اكسلريشن. البوزيتيف اللي هي بتزيد، ملاحظ حاجه؟ السرعه مالها؟ بتزيد بتزيد بتزيد. طب السرعه هنا بتقل بتقل بتقل، فدي اسمها بوزيتيف اللي هي عجله تزايديه، ودي عجله تناقصيه. انا بديك بالعربي عشان تبقى فاهم بالعربي يا صديقي. طب بعد ما اديتك بالعربي امسح بقى. تزايديه بقى اللي هيحصل ايه؟ ان هنا بتزيد، هنا بيحصل لها انكريز. طب هنا بيحصل لها ايه؟ ديكريز او ريديوس، مش هتفرق. يبقى البوزيتيف اكسلريشن قال لي دي العجله اللي السرعه فيها بتزيد. قال لي the object speed increase by equal values through equal time. يعني الوقت بتاعي ثابت بس السرعه بتاعتي بتبتدي تزيد. النيجاتيف قال لي السبيد بتاعتي بيحصل لها ديكريز. بس طب يا مستر البوزيتيف بتترسم ازاي؟ ترسم كده ليه يا مستر؟ اصل البوزيتيف دايركت. البوزيتيف بتبتدي من الصغير، يعني دلوقتي انا عربيتي واقفه، بعد كده مره واحده توصل لل 100 ولا بالتدريج؟ بالتدريج 10 20 30 40 يلا 10 20 30 40 فتمشي كده. عرفت ليه بترسم كده؟ طب يا مستر التناقصيه اللي هي النيجاتيف بتترسم بتقف مره واحده؟ لا، انا ببقى ماشي عند سرعه كبيره بعد كده بتبدا اقل وبتترسم بالطريقه دي كانها شبه الانفرس، وكان البوزيتيف شبه الدايركت والنيجاتيف شبه الايه؟ الانفرس. اللي بعده بسم الله. initial speed وفاينل speed وتايم بيريد واكسلريشن. بص يا حبيب قلبي القانون بتاعي كان بيقول لي الاكسلريشن بتساوي دلتا في على دلتا تي، دلتا في تشينج ان سبيد اللي هو كان بيجيب في 2 ناقص في 1. صعبه دي؟ في 2 دي اللي هي الفاينل، اسمها الفاينل اللي هي اخر حاجه، السرعه النهائيه يعني اسمها فاينل. صعبه دي؟ طب ودي السرعه البدائيه اللي اسمها initial، السرعه الابتدائيه. بس قال لك انت عندك سرعه ابتدائيه، عندك سرعه نهائيه، وعندك تايم بيريد، وعندك اكسلريشن اللي انت بتجيبها. بوزيتيف قال لك برضو عندك بوزيتيف نيجاتيف اكسلريشن وعندك زيرو اكسلريشن. ايه بقى زيرو اكسلريشن دي؟ احنا خدنا بوزيتيف اكسلريشن وخدنا نيجاتيف اكسلريشن بس ما خدناش حاجه اسمها زيرو اكسلريشن. في زيرو اكسلريشن امتى؟ لما تكون السرعه ثابته. يعني ايه بقى؟ لو انا بتحرك بسرعه ثابته، قاعد بجري وبتحرك بسرعه ثابته، عندي عجله؟ ما عنديش عجله. العجله يعني تسارع، يعني تغير في السرعه. كلمه عجله يعني تغير في السرعه. فلو انا بتحرك بسرعه ثابته يبقى انا كده عندي عجله؟ ما عنديش عجله، يبقى عجلتي بزيرو. يبقى في حاجه اسمها عجله زيرو اكسلريشن. لما ساعتها البودي موفز امتى؟ لما ساعتها تبقى السرعه كونستنت، يعني تبقى ريجولار. طب يا مستر امتى تبقى بوزيتيف؟ قال لي لو انا كنت واقف وبعد كده اتحركت، لما السبيد انكريز. لما بوزيتيف امتى تبقى السرعه بوزيتيف؟ لو السبيد بتزيد. طب امتى تبقى السرعه نيجاتيف؟ لو السبيد ديكريز. طب امتى تبقى السرعه يا مستر زيرو؟ لو السبيد فيكسد. تاني خد بقى مني الحته دي. بص امتى تبقى بوزيتيف؟ امتى الاكسلريشن تبقى بوزيتيف؟ لو السبيد انكريز. طب امتى هتبقى نيجاتيف؟ لو السبيد ديكريز. طب امتى هتبقى الاكسلريشن زيرو؟ لو السبيد ريجولار ثابته. تكتب لي الموضوع ده تنقله عندك. ماشي؟ انت لو اتفرجت على الحصه الاولى هتبقى طالقه هنا مش هتطلع. يبقى حلو، انا بس عايزك تكتب لي، ولا تكتب لي عايزك تكتبها لي تنقله بنفس الطريقه. تكتب ايه؟ بص تكتب امتى الاكسلريشن تبقى بوزيتيف؟ امتى لو السبيد انكريز. طب امتى هتبقى نيجاتيف؟ لو السبيد ديكريز. طب امتى تبقى مفيش اكسلريشن؟ لو السبيد ثابته. فقال لك البوزيتيف سبحان الله اتفقنا ان هي شبه الريجولار، كانت بتتعمل كده تطلع مره كده. طب النيجاتيف كانت بتبقى كبيره بعد كده تقل فتترسم شبه الانفرس. طب الفيكسد اللي هي ما عندهاش اساسا اكسلريشن كان بيبقى عندها تبقى السبيد بتاعتها ريجولار. سبيد ريجولار يعني السبيد بتبقى ثابته ما بتتغيرش. عرفت ليه اترسمت كده؟ طب جميل. بعد كده خلصنا، احنا كده خلصنا الدرس.
يبقى احنا ممكن اعمل معاك كده ملخص بسيط. احنا خدنا لحد دلوقتي ايه؟ بص يا صديقي، بص درسنا سهل والله. اخدنا ملخص العلاقات صح؟ قلنا ان احنا عندنا علاقه دايركتلي كانت بتترسم يا مستر بالطريقه دي، وقلنا ان احنا عندنا علاقه انفرسلي كانت بتترسم حبيب قلبي بالطريقه دي. بس مش حفظ، احنا واخدين ليه وعارفين ليه. الدايركتلي بتترسم بالشكل ده يا مستر عشان هنا انا قيمه قليله اهي، ببتدي قيمتي تزيد، قيمتي تزيد كمان، هنا كانت قيمتي قليله اهي، قيمتي بتبتدي تزيد، قيمتي بتبتدي تزيد، فعشان كده دي دايركتلي، وعرفنا امتى بنرسمها. طب الانفرسلي، انفرسلي يا حبيب قلبي بتبتدي قيمتي كانت كبيره، بدات قيمتي بقت تقل. بص قيمتي هنا اهي كبيره، قيمتي هنا قليله، فبالتالي بتترسم بالشكل ده. طب يا مستر كان عندنا برضو علاقه بنسميها الفيكسد، الثابته، بنرسموها امتى؟ هو بيقول لك في الامتحان، بيقول لك مثلا سرعتك انت بتتحرك بسرعه ثابته، يعني لو هنعمل علاقه بين السبيد والتايم، التايم بيتغير والسبيد ثابت، فبالتالي السبيد اهي تبقى ثابته، فتترسم كده السبيد ثابته والتايم بيقل. وبعد كده اخدنا ان احنا عندنا في المفهوم بتاع الدرس ده حاجه اسمها اكسلريشن، اللي هي العجله. بيقول لك ايه بقى في الدرس ده؟ الاكسلريشن اللي هي العجله دي عباره عن تغير. اول ما اقول لك اكسلريشن تقوم قايل لي تشينج ان سبيد، تشينج ان سبيد. يبقى اول ما اقول لك ايه؟ اكسلريشن تقوم قايل لي تشينج ان سبيد، اكسلريشن تشينج ان سبيد. والاكسلريشن في منها تايب، في منها بوزيتيف وفي منها نيجاتيف، الله، وفي منها زيرو. البوزيتيف اللي السبيد فيها بيحصل لها ايه يا حبيب قلبي؟ انكريز. طب يا مستر النيجاتيف السبيد فيها بتحصل لها ايه يا مستر؟ ديكريز، يعني تقل او ريديوس. طب يا مستر هنا السبيد بتكون عامله ازاي؟ السبيد بتكون ثابته، بتكون فيكسد، بتكون كونستنت. ده درس ملخص علاقات. فكره بقى الدرس مش في شرح الدرس، في انك تشوف اول حصه عشان تبقى فاهم تاني حصه، في انك تحل كمان الواجب بتاعها، وان شاء الله حصه حل الواجب هتنزلك قريب. تمام يا دكاتره؟ فان شاء الله يا رب تكونوا استفدتوا وتكونوا ان شاء الله دايما موفقين. يلا مع السلامه.